السلام عليكم يا مساء المربى على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعلمك في الحلقه ازاي تنضفي الاجهزه المنزليه بتاعتك لو هي بقالها فتره مركونه في المطبخ وتراكم عليها الدهون زي الكبه بتاعتي كده. كنت ركناها مش بستخدمها لان كان عندي البديل بتاعها الهاند بلندر، كنت بستخدمه بصراحه وركنه الكبه، فلما جيت استخدمها لقيت الدهون متراكمه عليها. تمام. مش هينفع طبعا انضفها بميه وصابون، فهنضفها بمنتج واحد بس، حاجة واحدة بس اللي انا هستخدمها. هستخدم ايه؟ هستخدم مزيل طلاء الاظافر او الاسيتون. وزي ما انت شايفة كده انا حطيت نقطة واحدة في المنديل، وزي ما انت شايفة الدهون بتسيح من اول مسحة، يعني انا مش محتاجة ان انا ادعكها، هي دوبك بتمسحيها كده تعدي عليها المنديل الدهون بتطلع بكل سهولة. برضو باكد عليكي تاني هي مش متوسخة ولا عليها تراب، يعني دي دهون. طبعا المنديل مش عملي قوي في التنظيف، فالافضل ان انتي تجيبي قطنه. كيس القطن كان ضايع مني ومش لاقياه، فانا عملت بالمنديل، فلقيت برضو المنديل ايه يعني مش سعفني يعني، فرحت دورت بقى على كيس القطن، الحمد لله لقيته. فوانتي بتستخدمي استخدمي القطن افضل، لان اول ما بتحطي الاسيتون في المنديل بيطير على طول، يعني القطنه بتحتفظ بيه شويه وبتنضف لك حته كبيره. عايزه اقولك كمان ان انتي بالطريقه دي بتنضفي اي جهاز عندك في المطبخ، كبه، خلاط، هاند بلندر، اي حاجه عايزه تنضفيها. ممكن كمان تنضفي الميكروويف من بره لو انتي مثلا تراكم عليه دهون ولا حاجه، بتنضفيه بتمسحيه برضو من بره بالاسيتون. الحاجات بقى اللي هي الزقريات دي اللي احنا مش عارفين نوصل لها، بتلفي القطنه على عصايه الشيش وبتبتدي بقى ايه تمسحيها كده من جوه، بتنضف وتبقى زي الفل. لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو حطوا لايك للفيديو، واعملوا شير لاصحابكم وحبايبكم علشان برضو يستفادوا زي ما احنا استفدنا. وتابعوا معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا معايا النتيجة كاملة في النهاية. بصراحة النتيجة مبهرة وبهرتني انا شخصيا وانا مبسوطة بيها، عشان كده حابة انقل لكم التجربة بتاعتي. بصوا بقى بعصاية الشيش بنعمل الزقرات اللي هي ما كناش عارفين نوصل لها بالقطنة، وبتنضف ما شاء الله كلها. بصوا النتيجة حلوة جدا. خلصت بقى الحتت اللي هي المستخبية الزقرات دي، هنكمل بقى باقي جسم الكبة. حرفيا والله العظيم رجعت زي ما يكون لسه جديدة. بصوا معايا النتيجة مبهرة. بصوا بتبرق وتلمع زي ما يكون لسه جاية جديدة، ما شاء الله النتيجة حلوة وانا ابهرتني وعجبتني، وعشان كده حبيت برضو اشارك معاكم الفيديو، إذ ربما حد يستفاد من الطريقة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش بقى اللايك والشير، واشوفكم على خير والسلام عليكم.